بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر في درس سابق قلت لك ووعدتك اني راح ابين لك شنو يعني ايمانا واحتسابا، وهذا مهم، وهذا اللي ببينه في هذا الدرس. من الثمرات والنتائج المهمة للصيام والقيام وليلة القدر هو غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن فيها شرط وهو ايمانا واحتسابا. راح اتكلم في هذا الدرس بشكل مختصر شنو معنى ايمانا واحتسابا. ايمانا يعني اعتقادا يا رب انك انت اللي شرعت الصيام وفرضت علينا وشرعت لنا القيام واعطيتنا ليله القدر، يعني مساله معرفيه، مجرد ما تؤمن تعرف انتهيت من ايمانا. طيب احتسابا يعني مستحضر الاجور للعمل اللي راح أديه. وانت صايم تعرف بتصوم ليش، وانت راح تقيم الليل تعرف ليش راح تقيم، يعني ايش راح تحصل، الله شنو راح يعطيك من الفضل. لما تجتهد في ليلة القدر تكون عارف السبب، لما تعرف نوايا هذا العمل راح تحتسبها عند رب العالمين وبالتالي تحصلها. وراح أحط لك بإذن الله نوايا الصيام ونوايا القيام عشان تكون في بالك دايما وتحضرها في ذهنك وتحقق بإذن الله إيمانا واحتسابا. طيب لو الواحد يعني ما عرف هذه التفاصيل، هل معناته ما يحصل الأجر؟ لا، مو كذي، رب العالمين أكرم إن شاء الله. مجرد ما الإنسان ينوي يا ربي أبي كل خير وفضل على الصيام والقيام الله يعطيه، لكن اللي يفهم ويعرف تفاصيل النوايا راح يعيش متعة ولذة أثناء صيامه وأثناء قيامه وأثناء أداء أي عبادة. لما يكون الواحد عارف ليش بيسوي، المتعة واللذة تزيد في أداء هذا العمل. بهذه الطريقة نحقق إيمانا واحتسابا، وبالتالي نحصل بإذن الله على غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أدليك على كتاب نوايا، فيه نوايا الصيام والقيام اللي راح أحط لك إياها، وفي نوايا أعمال كثيرة غيرها ممكن تستفيد منها في حياتك. عسى الله سبحانه وتعالى يوفقنا. بهذه الطريقة نكون انتهينا من دورة الصيام. اللي باقي الحين إن نشتغل ونطبق اللي قلناه عشان ندخل رمضان بأحلى مشاعر وبخطة واضحة، ورب العالمين يعيننا ويوفقنا لطاعته ثم يتقبل منا كل ذلك، والحمد لله رب العالمين.